وعليكم السلام سيدي. شنو القصه ديال الاخ ديالك اللي قلتي لنا مات ظروف غامضه؟ نعطيكم الاحداث. كان ليله رمضان في 2017. كان 28 ماي، كان نهار السبت. اتصلت الزوجه ديالو، اتصلت بينا في استقل الثلث ديال العشيه. قالت لي انا راه الاخ، واش الاخ ديالك راه كان كيشارجي وطاح في حد ولاد فرج، وراه طاح على حجره. كان كيشارجي. بدات الحكايه بحال هكا. كان كيشارجي في حد ولاد فرج وراه طاح على حجره ودخل في غيبوبه. انا قلت لها اش كتقولي؟ قالت لي راه هادشي اللي قال لي فلان عبد الرحيم، واحد السيد فعلا. عطاتو النمره، اتصل بينا، اكد لنا الخبر وقال بانه راه داروا له سكانير وراه عنده ارتجاج في المخ، وراه دخلوه الانعاش في غيبوبه. ثابت لك الامور عاديه؟ قلنا يمكن هذا حتى طاح. واخا جاتنا غريبه لانه ماشي طاح من بيكوب، جاتنا غريبه لان البيكوب ما كيتعداش العلو ديالها 180 سنتيم، يعني متر و80. يا خايفي متر و78. ما علينا. مشينا للمستشفى لوندما لا غد ليه. قالوا لنا دخلت كنلقى الزوجة الاخ ديالي مع جوج الاشخاص. كاين واحد فيهم قال لي راه كنت حاسبه ولدي، قدمتهم لي الزوجه صافي. من مورا هذا السيد اللي مشى معايا انايا الطبيب، حيت ما قدرتش نمشي في ذاك الليل، هي طلبت مني نمشي معها بالليل، ما استطعش لان السياره ديالي ما يمكنليش نشد بها الطريق، ماشي السياره ما كنتش عارفه الحاله الميكانيكيه ديالها واش تسمح لي نشد بها الطريق بالليل. قلت لها انا، قالت لي صافي انا غادي نمشي. مشات سبقاتنا هي، ولا غد ليها انا خلطت عليها مع واحد الصديق د العائله طبيب واصدقاء د العائله بجوج سيارات. مشينا لتما باش يكشف لي على الحاله د الاخ ديالي، لانه يشوفوا لا يشرح لي الوضعيه. لقيناه في الانعاش. ملي دخلنا الانعاش سبقني الطبيب، لانه بحكم ما كانش وقت الزياره وداك الشيء، خليته هو بالفعل باسم التفضيل بانه يمشي قبل مني باش يستفسر على الظروف ديال الاخ ديالي والحاله الصحيه ديالو. من دخل فعلا وبقى واحد هذا وخرج لعندي، قال لي راه ما عندي ما نخبي عليك فاتن، الحاله الصحيه ديال خاك راه حاله خطيره جدا. قال لي جدا، بحيث انا قال لي درت عده اتصالات باش ننقلوا كلهم بفم واحد، يستحيل يتنقل. يا في هذه الظروف اللي كتقول يستحيل يتنقل، الا مشى حتى تحرك من بلاصتو يموت. شرح لك على الردود؟ ما كذبش عليك، صدمني. عنده قال لك عنده الضرب على مستوى الراس، على اساس ما غادي يولي ديبوندون، يعني لا الاعضاء الوظيفيه ديالو ما غاديش تبقى تشتغل، يعني غادي يبقى كما كنقولوا حنا مشلول، شلل تام. هي هذيك. ملي خرجنا بقينا كنتظروا واحد شويه. الزوجه الاخ ديالي طلبات مني نعطي السياره لواحد من هذوك الناس اللي كانوا معاها، بحكم بغا يمشي يرجع الولاد حد ولاد فرج، انه بحجه انه نسى حوايجو. قال لها راني خليت شي حوايج تما وبات السياره باش نديها. قلت لها السياره ما تتحركش من تما، راه باقي هادشي عندي مبهم، انا باقي ما تقبلتش ان خي طاح من البيكوب. فعلا مشيت للنواحي ديال البيكوب كنلقى فيها فعلا مشارجين تبن، ومش ما فاتش داك الحديد ديالو الاولاني، الحديد واحد اللي عنده فيه على العلو ديال متر و80، ميم با وقيلا تكون واحد 8 البارات ولا 10 با بلوس. فعلا رجعت مع عند الناس اللي كنت معاهم، جلست معاهم كنتسنى. مشينا جبنا الدواء رجعنا. ملي وصلت الوقيته ديال 11 دخلنا الطبيب باش نشوف الاخ ديالي من وراء الزجاج ديال الانعاش. فعلا كان خايب ممدود، ما لابس لا حوايج لا والو، حدو واحد الشورت باقي عليه في اللون ديال السما، وراسو مكم فيه داك الضماد كبير ومديفورمي، الراس كله مديفورمي بحيث الهيئه ديالو تغيرات. انا ما نكذبش عليك، الذات ديالي ترفعات. خرجت مباشره لعند الزوجه ديالو، قلت لها فلانه واش تيقتي خاي طايح من البيكوب؟ قالت لها واش تيقتي الخاي طايح من البيكوب؟ قلت لها خاي راه مضروب بعصير الراس. وهي طارت في وجهي قالت لي اش كتخربقي؟ راه عبد الرحيم قال لي طاح من البيكوب، راه طاح من البيكوب. عبد الرحيم كاع ما يكذب عليا. ونهارت جلست في الارض. انا خليتها وخرجت مع دوك الناس اللي جاوا معايا. خرجت بقيت على برا. واحد الوقيته كيبان لي داك السيد اللي كان معاهم اللي قلت ليها ما ياخذش السياره،
مشى تيجري قلت لهم راه غنعيط للبوليس لان هادشي باقي عندي ماشي هو هذاك. وكنشوف السيد اللي جرى للطاكسيات مشى ما بقاش معاهم. موراها قالت لي التليفون امين طافي ما بغاش يشعل، حقا ما عنديش الكود ما هذا. ما نكذبش عليك، لا ما اوتر اهتمام ديك الساعه. انا راسي غير مع خايو كيفاش غادي كاين شي احتمال نقلو. عنده شي وليدات؟ عنده بنيته معاه، بنيته ديك الوقيته اللي هذا كانت عندها 12 عام. هادشي متى وقع؟ وقع في 2017 بالضبط في ماي 2017. توفى، الوفاه ديالو كانت نهار 29، يعني نهار السبت. لحد مشيت شتو اثنين، مشيت باش نديلو الدواء اللي قالوا لي اللي ما لقيناهش في جديده. شحال بقى في الكون؟ توني ما كملش 48 ساعه ومات. مات. التحقيق ديال الدرك ولا ديال هذاك شنو قال؟ ما انا بالنسبه لي مشيت درت بعدا التشريح. كيقولوا بانه عنده بزاف ديال الضربات على مستوى الراس، عنده بزاف ديال الكسور وردود. على بلاصه وحده ما غيطيحش عليه. هو ما يمكنش انسان غنطيح جهه وحده حتى الا قالت لك جاتو غيبوبه السكر اتهموه بس بانه فيه السكر. هو ما فيه لا سكر لا والو. هو كان وقع له مشكل في انه عضاته واحد القراده بحكم المهنه ديالو، كيدير جزار كيتاجر في الغنم وداكشي. عضاته قراده، ديك القراده نقلت له واحد الميكروب ما يسمى بواحد البكتيريا، واحد هذا كتسمى البوغيليوز. هذيك البوغيليوز هي اللي سببت في ارتفاع السكري عنده. من موراها ملي تعالج بدا كيعطاوه الجلوكوفاج كمساعد بما تشافى بين هذيك الاثار الجانبيه ديال داك الوفاه. اكيد. الطب الشرعي شنو قال لك؟ الطب الشرعي كيثبت بانه موت غير طبيعي. الموت غير طبيعي لانه الجسد كتبين بان الجسد ما فيه حتى شي ما فيه حتى شي حاجه، نظيف. جسد نظيف كل شيء على مستوى الراس. يعني عنده ضربه على الجهه هذه اللي سببت كسر. هذاك الكسر بحيث العظم دخل في. دابا فين مشى التحقيق؟ دابا مشينا التحقيق، دخلنا مسألة التحقيق، دخلنا حكموا عليهم بانهم عندهم تابعوهم بالقتل العمد للاول والثاني والزوجه بالمشاركه والمتهم والشاهد اللي مزعوم انه شاهد طرف في القضيه. علاش قتلوه؟ ومراهت ما هذا هو اللغز اللي بقى محيرنا. علاش هادشي وقع؟ بحيث ما لقينا ما حكموش عليهم، بالعكس كانوا بالقتل العمد وهما في حاله سراح. الحاجه اللي القتل العمد في حاله سراح الله اعلم سيدي. انا اللي فهمت ان هذوك الناس تابعوا بالقتل العمد الاول والثاني النيابه العامه عند قاضي التحقيق وفوالا، ولو تحكموا خرجت الغرفه الجنحيه بالحكم ديالهم على اساس متابعين بالقتل العمد الاول والثاني والمشاركه الثالثه والرابع بالطرف، ماشي كشاهد طرف في المساله. موراها كنتفاجئوا بانهم طالقين السراح ديالهم ما تعتقلوش. في الحكم شنو اللي صدر في المنطق؟ موراها في الحكم المنطوق نطقوا بالبراءه الاول والزوجه، والثاني اللي ما كانش صايق، اللي ما ساقش السياره، هو اللي اتهم ب3 شهور سورسي. واش اعترف شي واحد بهذا بانه كاينش ما كيخليوهمش يهضروا في القاعه، كيقولوا لهم على اي الاقوال عندي ولا السؤال تطرح. ملي جا الوالد يطرحوا عليه السؤال قال له طرح سؤال بغى يهضر الوالد، قال له ما تهضرش معايا في هذا الموضوع، ما تجبد ليش هادشي. ومشى قمع الوالد وتسدوه. حنا كنطالبوا يعطونا حقنا، بغيناهم يفتحوا تحقيق جديده، يعاودوا يفتحوا تحقيق. ثانيا ينصفنا القضاء، ينصفنا لانه بغينا التموقع الجغرافي، بغينا الهواتف، هادشي كله تغدا، بغينا التقرير الاخباري ديال الشرطه. باقي ما عندناش الحكم الاستئناف، حنا باقيين يلاه الجلسه الاولى والثانيه اللي كانوا جاهزين فيه. الملف كتقولوا انه كان قتل عمد شويه ولات البراءه. غريب الاطوار. هذا ملف غريب الاطوار، خاصو يتكتب عليه كتاب. كانوا متهمين بالقتل العمد في حاله سراح، تبرؤوا في الابتدائيه. دابا حنا في الاستئناف، تبرؤوا في الابتدائيه. والغريب انه السيد اللي التابع اللي تعطاتو 3 شهور سورسي مع غرامه ديال 50,000 درهم لم يكن سائق، لم يسوق السياره، وكيعترف في المحاضر انه ما ساقش السياره. والغريب الامر تحكم عليه هو اللي ساق السياره. اشياء غريبه هذه دوزناها. معروض امام المحكمه ديال جديده، باقي في المحكمه الجديده. دابا حنا في الاستئناف كان عندنا شكينا في المحاميين
من حقنا ماشي ما نقدروا ما نقولوش شكينا، نقولوا انهم ما نصفوناش في الابتدائيه. غيرنا المحامين، جبنا محاميين واحد اخرين. هذوك المحامين اللي جاوا جداد الجلسه الاولى كانوا جاهزين ديال الطرف الاخر، كانوا جاهزين لمناقشه الملف وكانوا بواحد الحماس. كان عندنا واحد من المحامين الجداد ديالنا كان عندهم واحد كان مريض فتح على عينه ما جاش، ما دار الشهاده الطبيه. هذاك هو الوقيته اللي كان فيها الملف جاهز كان غادي يدوز. تقبلت الشهاده الطبيه ديال المحامي ديالنا، جات الجلسه الثانيه جاو المحامين ديالنا بجوج شافها الله وجاو، وقدرت قادر ما جاوش المحامين ديالهم هما، ما بقاش الملف جاهز ولا تاجيل. الشاهد ما بقاش يجي، لا شاهد بقى يجي لا محامين كيجيو، والمتهمين كيجيو كيخرجوا عادي باقي كيروج. وواحد الحريه معطيه للمتهمين بحيث كيهضروا بالهاتف، الهاتف تيتجاوب قلب القاعده المحكمه. شي اشياء عمرنا ما شفناها. والله هادشي طرف جديده في المحكمه ديال الاستئناف. حنا باقي متبعين القضيه ديالنا وما غاديش نسكتوا وما غاديش ننعسوا حتى نعرفوا فين كان خانه وفين تضرب وعلاش تضرب وعلاش تقتل.